السلام عليكم. اليوم بغيت نجي لكم بواحد لو سوجي اللي هي امبورطون وشحال من واحد جو بونس انا ما فاهموش. هي شنو هي الفلوس انا كان كيسحب لي اللي كنتعاملوا بها هي واحد الحاجه اللي عندها واحد القيمه فيكس او قيمه ثابته وما كتبدلش مع الوقت. والفلوس هي بالنسبه لي انا كانت واحد الحاجه اللي كنتبادلوا بها الخدم والسلع. يعني انا باغي واحد الخدمه كناخذ الخدمه من عند شي واحد وكنخلصوا بالفلوس، ولا ما نمشيوز للسلع. بغيت واحد السلعه معينه كناخذ السلعه من السيد ولا من الشخص اللي غادي يبيع ليا ونخلصوا وصافي. كان زعما تقريبا الحد ديال الفهم ديالي هي هذا ديال الفلوس. وكنا كنديروا داكشي ديال كتجمع مثلا كتدخر كتحط الفلوس كتسنى تبغي تشري شي حاجه، ومع الوقت كتكتشف بان كلشي كيغلى وانت كتقول كيفاش هاد الفلوس هذه اللي البارح مثلا كنت كنشري بواحد الكميه ديال الفلوس واحد الحاجه معينه ما بقاتش كافياني هذيك الكميه وتزادت مع الوقت. وهنا حاولت نفهم بزاف ديال الحوايج اللي دخلوني في حوايج اخرين واللي دخلوني في حوايج اخرين سكيما بيرمي انني نفهم واحد العلاقه متسلسله ما بين الفلوس ديال الدول، واللي في الاخير كتخلينا نعرفوا بان النظام المالي اللي كاين دابا اليوم هو نظام عالمي. يعني يكذب عليك كذاب يقول لك ان الفلوس ديال المغرب راه خاصه بالمغرب وعنده واحد الحريه ديال القرار فيها ولا شي حاجه، ونفس الشيء لاوروبا ونفس الشيء الدول الاخرى. كل شيء اللي مع بعضياته كل شيء اللي في الاخر الدولار الامريكي. هادشي كيخلينا نتسائلوا مجموعه من التساؤلات على ديجا شنو المعنى ديال الفلوس في العصر ديالنا اليوم، فين غاديين بالفلوس اليوم، وشنو البديل للفلوس باش ما نبقاوش حنايا كمسلمين نضروا من هذه القضيه هذه ديال التضخم وديال ان القيمه ديالتها كطيح مع الوقت. الوغ هذا سؤال شويه فلسفي كيف ما نقدروا نقولوا اونتر بارونتيز. ممكن ما غاديش نلقاو عليه الاجابه اليوم، ولكن انا بغيت شويه نرجعوا شويه بالتاريخ، نحاولوا نفهموا القصه ديال الفلوس من الاول، ونحاولوا نفهموا اليوم كيفاش نقدروا نلقاو واحد السيستم التيرناتيف اللي هو بديل على السيستم اللي كاين اليوم. هادشي اللي غادي نحاولوا نتناولوا في الحلقه ديال اليوم. الوغ خصنا نعرفوا بان الفلوس شحال هذه كانت ما كايناش في واحد الوقت. يعني في العصر القديم كانت الوسيله الوحيده ديال ان الناس كيتبادلوا السلع والخدمات هي تبادل السلع والخدمات بالمباشر. وهادشي كان في الدول كان كيمشي كان كيجي. يعني المغرب نقدروا نقولوا في 1800 1900 في الفتره ديال شويه ديال الانستابيليتي اللي كانت في المغرب في مجموعه من المناطق اللي نقولوا لها مناطق السيبه، كانت مازال هذه القضيه. كان عندنا نظام قبلي، يعني القبائل هي اللي كتحكم. ما كانش اصلا المخزن حاكم البلاد مثلا كامله. وفي النظام القبلي اللي كانت كل ريجيون داكشي اللي كتنتجو كتعيش به. وهذا الشيء كيؤدي ان الناس في هاد لي ريجيون اللي شويه ما كانوش كيتعاملوا بها بواحد الفلوس اونتر بارونتيز، كانت الوسيله ديال انهم كيتعاملوا هي تبادل السلع والخدمات مباشره. يعني انا عندي شويه ديال الدجاج كنمشي للسوق كنبيع هذاك الدجاج، كناخذ بلاصتو الخضره مثلا، كناخذ بلاصتو اللحم، كناخذ بلاصتو حوايج اخرين. ونفس الشيء عندي الخضره كنديها للسوق كناخذ بلاصه الديسير، وهكذا دواليك. عندي الزيتون كنطحنو كنبيع الزيت. وهادشي كان من قديم الزمان. لا خرجنا من البارونتيز ديال المغرب رجعنا شويه لقديم الزمان، كان مجموعه ديال الدول، يعني دول افريقيه مثلا، كان طاحت عليهم الفكره ديال انهم يديروا مثلا الكوكياج، تعاملوا بالكوكياج. مجموعه ديال الدول الافريقيه كانوا تعاملوا بالكوكياج واعتبروا بان الكوكياج هي واحد الحاجه اللي بالنسبه لهم في هذيك البلاصه اللي كانوا فيها ان الكوكياج نادر وانه فاسيلمون ترونسبورتابل، يعني تقدر تنقله بطريقه سهله. وكان بالنسبه لهم ان مثلا الكوكياج راه يصلح انني نهزو نديه من بلاصه لبلاصه ونتعامل به وتعاملوا به وتعاملوا من بعد بحوايج اخرين. ولكن نقدروا نقولوا بان الحاجه اللي غطات يعني من قبل الميلاد الى يومنا، ماشي الى يومنا هذا ولكن نقولوا الى غايه القرن الثامن عشر، كان هو الذهب. يعني الذهب مع مجموعه من المعادن اخرى كالفضه كالنحاس، كانوا هما المعادن اللي كانوا الناس كيتعاملوا في المبادلات ديالهم
واللي كانوا كيصنعوا بها الفلوس. الى غايه واحد الوقت كانوا دخلوا ما يسمى بالشيك او السند، اللي هو واحد الوقيته كانوا بداو يتكونوا الابناك في اوروبا، وكانوا الناس كيمشيو عند الابناك وكيعطيوهم الذهب ديالهم، ولانهم مسافرين لواحد البلاد اخرى بعيده ما يقدرش يتنقل مع هذاك الذهب كامل في خطره واحده، لانه ثقيل، لانه كاين الخطر ديال السفر وداك الشيء. كان كياخذ ورقه من عند هذاك السيد بانه انا هذا السيد راه عطيني تقدى ديال الذهب، وهذيك الورقه كان كيمشي لهذيك البلد وكيلقى واحد الشخص اخر كيعرف هذاك الشخص اللي عطاه الذهب ديالو هو في البلد ديالو الاصلي، كيعطيه هذيك الورقه، وهذيك الورقه بحال الا بغيتي تقول سيناتور متعامل بها، كيعرف بان هذاك السيد راه يقدر يريكوبيري الذهب ديالو من عند هذاك الشخص في البلد الاصلي في هذيك البنك اللي حط عنده تماك. وهادشي بداو التعاملات واحد الوقيته، بداو ما يسمى بالابناك، انه يسر على الناس نقل الذهب من منطقه الى اخرى، وبداو كيتعاملوا بهذا الابناك. وهادشي ادى ان انتشرت الابناك بقوه في اوروبا، ومن بعد الامريكا، ومن بعد في العالم كامل. ولكن الصيغه ديال البنك بدات بحال هكا كيف ما شرحتها دابا. الوغ رجعنا للذهب، الذهب كان دائما هو المعدن اللي كان الناس كيتعاملوا به على مر العصور، التعاملات ديالتهم التجاريه في البيع والشراء ديالهم. وخصنا نعرفوا بان الذهب دائما حافظ على القيمه ديالو، لانه معدن نادر طبعا، لانه عنده مجموعه ديال الفوائد، لانه يستعمل كزينه، ولانه محدود. ولكن خصنا نعرفوا بان الذهب كان حتى هو تعرض، نقدروا نقولوا اونتر بارونتيز، للانفلاسيون في ظروف معينه في مناطق معينه في العالم. علاش؟ لانه كنت كتلقى مثلا في بلد افريقي مثلا مالي كانت معروفه بالذهب، كان مثلا الملك ديالها من اغنى الرجال في العالم بالذهب، ونهار هذا الملك هذا كان هذا ملك مسلم، نهار اللي فكر انه يمشي لمكه وسافر لمكه، دا مع الحاشيه ديالته، دا مع بزاف ديال الذهب، ولا كونتيتي ديال الذهب اللي دا معاه من سافر وفرق هو في الطريق من وصل لمصر مثلا، ادى لواحد لانفلاسيون كبيره، ان الفلوس اللي كانت عند الناس، لانها اصلا كانت فلوس بالذهب هذيك الساعه، مع الكميه ديال الذهب اللي فرق في البلاد، ادى انه وقع واحد التضخم كبير في البلاد، ان الكميات ديال الذهب تزادت، ولكن السلع والخدمات اللي كانت كاينه راه بقات محدوده ما تزادتش. وديكو ان الناس من كانوا كيعطيو الذهب المقابل واحد السلعه، ما بقاش هذاك الذهب عنده نفس القيمه، لانه ولا كثير في السوق. وديكو ادى لواحد لانفلاسيون انورم في مصر في واحد فتره معينه، لدرجه ان الناس طلبوا منه، قالوا له الله يرحم الوالدين، عاود عافاك الذهب ديالك علينا وديه معاك، لان راه سببتي لنا في المشاكل. يعني هذه بس واحد النقطه بغيت نشرحها، بان التضخم راه كيضر. يعني اي حاجه من كتكون بالاسراف راه كتضر. وهادشي تعرضت ليه مصر في واحد العهد، اعتقد القرن الثاني عشر، لا ما خفت نكذب. تقدروا تبحثوا على هادشي في الانترنت، راه موجودين هاد المعلومات هادو. يعني رجعوا ان الذهب دائما، بغض النظر على هادشي اللي شرحت دابا، دائما حافظ على القيمه ديالو، كان هو دائما اللي خلى ان الناس يجمعوا الثروات مع الزمان ومع الوقت، علما انه قيمته غير تزادت مع الوقت، يعني عمرها ما نقصات. طبعا كتطلع وكتهبط كيف ما قلت، لا داس من هذه الفترات هذه، ولكن على الامد البعيد نقدر نقولوا بانها ديما كتزاد. الوغ لجينا دابا رجعنا للسنين الاخيره، يعني نقدروا نقولوا مثلا في اوروبا، يعني مع بداية القرن العشرين، يعني في 1900 1800 أواخر 1800 1900 أوروبا بدات كتستغنى على لي طالون لور، فلوس اللي بدات كدور. يعني هذوك الشيكات اللي كيخرجوا من الأبناك وداك الشيء، هذوك الأبناك اش بداو يديروا، تيلمون الناس كانوا كيسافروا ويتعاملوا غير بهذوك الوراق اللي كانوا كيعطيوهم بلاص هذاك الذهب اللي كانوا كيخزنوا، والناس ما عمرها كانت كترجع تطلبهم على الذهب ديالهم، كانت صافي كتبقى تتعامل غير بالوراق، لان فيها واحد السهوله، الخطر ما كاينش، خفيف، الناس بقات غير كتعامل غير بالاوراق. هذوك الابناك قال لك سيدي حنايا عندنا واحد الكميه ديال الذهب، والناس ما عمرنا كتجي تسولنا على الذهب هذا، علاش سيدي انا كنخلي الذهب هذا عندي مقابل هذوك العدد الاوراق، علاش ما نزيدش عدد الاوراق؟ وبداو كيطبعوا اوراق اكثر من كميه الذهب اللي عندهم. وهادشي دابا اللي كيديروا الابناك اونتر بارونتيز
في العصر الحالي. يعني كاين واحد الفرق، ما بقاش الكميه ديال الذهب اللي كيحتفظوا بها الابناك المركزيه تساوي كميه الفلوس اللي اون سيركيلاسيون في البلاد. وهذا الشيء بدا كيف ما قلت لكم في اوروبا في 1800 و 1900. من بعد وقعت الحروب العالميه وصافي تقريبا مجموعه ديال الدول استغنات على الذهب في المعاملات ديالها. يعني مثلا فرنسا كان عندها اللويز تقريبا استغنت عليه في 1912 1920. اخر العملات يعني الذهبيه اللي بقاو كيدوروا في السوق، وقت انها كانت حروب عالميه هذيك الساعه، حتى بقاو حتى 1940، ولكن صافي الكميه قليله جدا، يعني ما بقاتش. تقريبا كانوا غير عملات اخرى ولا عملات فضيه، ولكن العملات الذهبيه صافي في بدايه 1900 صافي تقريبا استغنت عليهم الدول الاوروبيه. هنا كانت الحروب العالميه طبعا سبب من هذه الاسباب هذه، لان الحروب العالميه استنزفت الثروات ديال الدول. هنا جات من بعد امريكا من جات وكانت تقريبا نقولوا هي المنتصره الوحيده بعد الحروب العالميه لا الاولى ولا الثانيه، انها تقريبا هي شاركت في الحروب انتصرت، ولكن ما كانتش هي الطرف متضرر من هذه الحروب هذه. دوكو هي جات كمنقذ في الاخير الأوروبا، أو الجزء ديال أوروبا اللي انتصر، اللي هو مثلا فرنسا وبريطانيا. وكانوا هاد الدول هادو أصلا مستنزفين، يعني كانوا مخربين، كانوا الثروات ديالهم مشاو، كان البلدان خصها تعاود من جديد. وجات أمريكا كسوفور، وهذيك الساعة أمريكا مع الاتفاق ديال برينتون ستود هذيك الساعة اللي دار، اتفقوا أن مجموعة ديال الدول ديال العالم، دابا انا عطيت ليكزامبل بالدول العظمى، ولكن راه الدول تقريبا ديال العالم كلها تبعات. قال لك اسيدي حنا ما غاديش نبقاو نتعاملوا بالذهب بصفه نهائيه في العملات ديالنا، غادي نديروا عمله واحده اللي غادي تكون القيمه ديالها معادله للذهب. يعني شحال ما طبعنا ديال هذه العمله هذه، شحال من الذهب اللي غادي يكون محطوط في الخزائن يساوي القيمه ديال العمله اللي طبعات، واللي غادي يكون هو الدولار الامريكي. صافي الدول جلسوا اتفقوا داروا المؤتمر ديالهم، سيناو على هذا الشيء. صافي حنا سيدي الذهب ديالنا كامل غادي نصيفطوه للولايات المتحده، والولايات المتحده هي اللي غادي تكون لو غارون ولا الشخص اللي غادي ينفذ هذا الاتفاق هذا، واللي غادي يحاول يحمي هذا الاتفاق. وهكذا يعني من بعد الحرب العالميه الثانيه 1950 نقولوا بدا هذا الاتفاق هذا. مدة 20 سنة حتى 1970 بقاو الدول كيتعاملوا بالدولار، واللي بغى الذهب كياخذ الدولار اللي عنده كيمشي يعطيه للبنك المركزي، وهذاك البنك كياخذ هذاك الدولار وكيعطيه بلاصتو الذهب. كان هذا هو الاتفاق. امريكا في 1970 دخلت في حرب فيتنام اللي كانت استنزفت الولايات المتحدة بشكل كبير جدا، يعني استنسفت لها الخيرات ديالها يعني الناحيه العسكريه، وكان فيها اونتر بارونتيز بزاف ديال المصاريف. هنا الولايات المتحده اتخذت القرار، قلت لك احنا سيدي هذا النظام هذا ديال ان الدولار يعادل قيمته بالذهب ما غاديش نبقى غدا به، يعني غادي نحيد هذا النظام هذا، واللي بغى الدولار هو اللي كاين، اما اللي بغى الذهب راه مبقى ذهب. وهذا الشيء كان تصدم من مجموعه ديال الدول في العالم. يعني مثلا فرنسا كان شارل دوغول هذيك الساعه راه كان طالب الولايات المتحده تعاود تصيفط لها فلوسها، تصيفط لها الذهب ديالها اللي كانت صيفطات، وكان استرجع كميه كبيره منه، انه كان حس بان كاين واحد الخطر قبل ما يوقع الاعلان الرسمي بان الولايات المتحده راه ما غاديش دير هاد لي طالون من بعد. المهم ابتداء من نقولوا من 1973 ولا النظام العالمي مبني على الفائده، والفائده معناها ان انا من كنمشي كشخص كنطلب كريدي من البنكه اللي هذيك البنكه العاديه ماشي البنك المركزي، البنكه هذيك الساعه كتطلب من البنك المركزي انها راه جاني انا واحد اون دوموند دو كريدي غادي نطبع الفلوس. هي اصلا عندها الحق من طرف البنك المركزي انها تطبع الفلوس، كتطبع الفلوس من العدم، يعني كتزيد واحد الكميه ديال الفلوس على الكميه ديال الفلوس اللي كاينه. طلبتي يا سيدي انت من البنكه 50 مليون وراه هي غادي تطبع 50 مليون، يعني وتطبعها من العدم، ما كايناش هذيك الفلوس ما غادي تطبعها من العدم وتزيدها كونطابلومون في لي زاسيت ديالها بان راه كانت الشخص هذا
50 مليون اللي سلفتو باش يشري بها دار ولا يدير بها مشروع تجاري. هاد الفلوس هادي كتدخل في القيمه ديال الفلوس او في المجال ديال الفلوس اللي مطبوعه في الدوله من طرف البنك المركزي. والبنك المركزي هو اللي عنده دي لوفيي اللي كيخدم بهم، انه كيطلع سعر الفائده ولا كيهبط سعر الفائده باش يطلع كميه الفلوس اللي كتطبع ولا ينقص كميه الفلوس اللي كتطبع. هو من كيزيد لك سعر الفائده اوتوماتيكمون الناس ما كيبقاوش يمشيو يطلبوا الكريديات، لان كتلقى بان سعر الفائده عالي. كان كيتسلف مثلا بواحد 2% ولا 1% ولا 2.5%، طلعتي لي انت سعر الفائده 4% و5%، يقول لك لا سيدي انا هذا الكريدي هذا اللي كنت باغي نقص منه باسكو غادي يتقام عليا بالثمن، نتسنى كنت باغي نشري دار ونتسنى شويه. ديكو هنا هادو سي دي لوفي بالنسبه للبنك المركزي كيلعب بهم باش الانسان، باش لا ماس مونيتير اللي كاينه في البلاد كتنقص. بانت ليه بانه الى بزوان دو كرواسونس وبانه خصها تكون واحد الحركه في البلاد ولا شي حاجه، كيدير العكس، كيهبط سعر الفائده. ومن كيهبط سعر الفائده الفلوس كتولي رخيصه اونتر بارونتيز، وانت كتمشي تسلف بالبنكه لان عارف بان سعر الفائده عندك هابط. وهذا الشيء دابا اللي ولاو به الابناك المركزيه في مجموعه ديال الدول ديال العالم خدامين به، وهذا الشيء كامل كتلقاه لي البنك المركزي الامريكي، لان العمله الرسميه العالميه اللي كدور هي الدولار الامريكي. يعني خصنا نعرفوا بان لي ريزيرف ديال الدول كيف ما قلنا في الاول راه مابقاش عندها الذهب في لي ريزيرف ديالها، باقي ليها واحد الجزء منه ذهب، ولكن ما بقاش الذهب هو الاصل في لي ريزيرف. ولا الذهب بلوس السندات الامريكيه او الدولار الامريكي للتبسيط، ولا شحال ما عندها ديال الدولار الامريكي شحال ما عندها لا كاباسيتي انها تطبع ديال الفلوس، وبان راه هذاك الفلوس اللي طابعه في السوق وكدور في السوق راه عندها واحد البديل بالدولار الامريكي. ولكن امريكا راه كدير حتى هي نفس الشيء، غير امريكا البديل اللي عندها في البنك المركزي ديالها راه حتى هو الدولار الامريكي، راه ما عندها الذهب حتى هي. ولكن نقولوا بان راه كميه الفلوس اللي طابعه راه تتعدى سنين ضوئيه كميه الذهب اللي عندها. يعني راه خصنا نقولوا بان راه فوا 100 بوتيتر ولا فوا 1000. ما عنديش الرقم بالتحديد، نقدر نجيبه لكم في حلقه اخرى، ولكن راه كميه الفلوس اللي كدور راه تتعدى سنين ضوئيه كميه الذهب اللي كاينه في الصناديق ديال الولايات المتحده الامريكيه. وهذا الشيء كنرجعوا به الى يومنا هذا، اننا اليوم كنسمعوا الفائده، كنسمعوا التضخم، وهذا الشيء كامل لي الكميه الفلوس اللي كتطبع، سواء كتزاد هذه الكميه ديال الفلوس سواء كتنقص هذه الكميه ديال الفلوس. وهذا الشيء مع ارتفاع سعر الفائده او انخفاض سعر الفائده. كاينين بزاف ديال الحوايج اخرين، انا غير بغيت نبسط طبعا الموضوع للناس باش يفهموه بشكل بسيط، ولكن راه كاينين بزاف ديال البارامتر اخرين ما بغيتش نتناولهم في هذه الحلقه هذه لاننا غادي نعقدوا الامور. فوالا يعني هذا دابا تبسيط القصه ديال الفلوس من قديم الزمن الى يومنا هذا. وفي حلقه اخرى غادي نزيد نشرح لكم شنو هو التاثير ديالها المباشر علينا حنا كمواطنين، وكيفاش نقدروا نتجنبوا هذا الشيء في المستقبل. والسلام عليكم ورحمه الله.